رنا بدر الدين اسم المغنية سودانية تصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي. عرفت رنا بدر الدين بحبها لفن الراب، إلا أن شهرتها المفاجئة اليوم جاءت بسبب مقتلها في جريمة غامضة. لقد كشفت الشرطة السودانية تفاصيل صادمة بشأن مقتل رنا بدر الدين داخل شقة مفروشة بالخرطوم. بداية وقوع الجريمة عندما عثر مواطن سوداني على جثة الفتاة داخل إحدى الشقق بمقر سكنه بحي الأملاك بالخرطوم بحري، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى الموقع. حينها وجدت الشرطة الجثة غارقة في الدماء في بداية التحلل، وتوجد آثار ضرب في الوجه والرأس. ومن هنا تمكن الفريق المختص من تصوير ورفع البصمات وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، ورفعت الجثة إلى قسم الشرطة لتكملة الإجراءات القانونية قبل إحالتها إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة. لقد تبين أن المبلغ هو مالك العقار، وأن الشقة مكان وقوع الجريمة مخصصة لابنه وهو غير متزوج، ومنذ أيام أجر ابنه الشقة لفتاتين، وأحدهما غادرت الشقة وبقيت الأخرى، وقال أن ابنه هو من أبلغ بانبعاث رائحة كريهة. لذلك تمكنت الشرطة والمباحث والتحقيقات الجنائية بالخرطوم بحري من إلقاء القبض على المتهم الأول ابن صاحب العقار المذكور، والمتهم الثاني سائق توك توك. بحسب المعلومات أن المتهم يبلغ من العمر 26 عاما ويمتهن الأعمال الحرة، واعترف أن الحادثة المأساوية وقعت يومي السبت 17 ديسمبر. لقد بدأت الجريمة بمشادة بينه وبين الفتاة، وضربها على أسرها بقطعة خشبية في وجهها ورأسها، ومن هنا شغل المتهم التكييف وأغلق الشقة عليها وفقا لأقواله في التحقيقات. كما كشفت التحريات أن سبب المشادة بينهما يعود إلى أن المجني عليها أساءت إليه بألفاظ نبية، وسرعان ما تطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة بينهما، وأفاد بأنه استعان بالمتهم الثاني سائق التوك توك لمعاونته على التخلص من الجثة. انتظروني في حلقة قادمة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.